اه يا ظهري، اه يا ظهري اللي اتقسم خلاص. تعبت من الوقفة. يا رب هون وقدرني، انا ما عدتش قادر خلاص. يا حرام، منك لله يا مهند، انت السبب في كل ده. صباح الخير يا عمو، عامل ايه؟ صباح النور يا بنتي. يلزمك اي خدمة؟ في مكان عايز يتنضف؟ لا يا عمو لا، انا بس شفتك تعبان فجاية علشان اقولك ريح نفسك شوية. ربنا يسترك يا بنتي، بس لازم اشتغل. انا محتاج كل قرش. لا لا، انا فعلا تعبان اوي، انا مش قادر اقف على رجلي خلاص. انا حاسس ان انا دايخ واقع من طولي. مش قادر مش قادر. يا خبر ابيض، طب اقعد اقعد يا عمو ريح، وانا هروح ابلغ الدكتورة بتاعة المدرسة بسرعة. سلمى، في ايه؟ مالك بتجري كده ليه؟ ناوية تشاركي في الأولمبيات وأنا معرفش؟ عبد الحميد، لا اصل يا عبد الحميد. أصل ايه؟ مالك يا بنتي مخضوضة كده ليه؟ هو في حاجة حصلت؟ عبد الحميد، انا عارفه ان باباك بيشتغل هنا، وصدقني ده سر عمري ما هقوله لحد ابدا. بس عمو صالح دلوقتي فوق تعبان قوي ومش هينفع ما اقولكش. ايه؟ انتي بتقولي ايه؟ بابا؟ ماله بابا؟ هو فين؟ فوق في اوضه الرسم، يلا اطلع اطمن عليه بسرعه وانا هروح ابلغ دكتوره المدرسه واجي وراك. يا دي الفضيحه، يعني ست سلمى عرفت ان عمو صالح فراش في المدرسه؟ كده احنا اتفضحنا قدام شله روتانا. وهو ده كل اللي همك يعني يا زينة؟ بابا من التعب كان هيموت النهارده وانتي مشغولة بروتانا وشلتها. مش قصدي يا اسماء، مش قصدي، وبعدين يعني الدكتور قال شوية ارهاق، ما تكبريش الموضوع. لا انتي قصدك يا زينة، ومش غريب عليك انك ما يهمكيش غير مصلحتك وبس. الموضوع كبير على فكرة، دي حياة بابا. شوفوا مين اللي بيتكلم، عبد الحميد. اه عبد الحميد. وعامة اطمنوا، سلمى مستحيل تقول لأي حد، أنا واثق فيها. طبعا طبعا حبيبة القلب، لا يمكن تطلع سرك لحد والا طبعا هتزعل منها. اوف بقى، انتي مش بتحسي احنا في ايه ولا في ايه؟ بابا وقع من طوله، يعني حتى الشغل اللي كان فاتح بيتنا ممكن يضيع منه، وهو ده شغل اصلا؟ بس بقى كفاية لو سمحتوا، وطوا سكوا. بابا ممكن يسمع وهو مش ناقص. وزي ما قلتلكوا محدش هيعرف حاجة. سلمى مختلفة، مش زي بقية الشلة. سلمى سلمى سلمى، كل حاجة سلمى اف. قلت لك جاية خلاص، بطل زن بقى. بتكلمي مين يا ايمان؟ ها؟ سلوى؟ كنت بكلم روتانا. وهي روتانا اتحولت لولد ولا ايه؟ انتي كنتي بتكلمي حد بالمذكر. اوف، هو في ايه يا سلمى؟ هو التحقيق ولا ايه؟ كنت بكلم مهند يا ستي، عايزة حاجة؟ طب وايه المشكلة لما تقوليلي من الاول انك بتكلمي مهند؟ ما انتوا بتتكلموا على طول، يعني هي اول مرة تكلميه؟ سلمى بقولك ايه، بلاش بقى شغل المفتش كرومبو ده. انا خارجة ومستعجلة وعايزة ارجع قبل ما بابا وماما ما يرجعوا من بره. خارجة رايحة فين يا ايمان دلوقتي؟ انت عارفة الساعة كام؟ اه عارفة، عادي الساعة 11. ايه المشكلة؟ مهند وروتانا عاملين حفلة. اه سوري، انت حرمت نفسك من الحفلات دي بقى، انت حرة ما تجيش، لكن انا معزومة. ده انا بحمد ربنا الحمد لله ان انا مش بحضر حفلة مجانين. براحتك، بس وعد يا سلمى، لو بابا وماما جم قبلي قولي لهم ان انا نايمة ماشي، اوعي تقولي لهم ان انا خرجت. يو بقى يا ايمان، 100 مرة قلتلك انا مش بحب اكذب. عشان خاطري عشان خاطري يا سلومة، عشان خاطر اختك اللي بتحبك دي كذبة بيضة. باي باي يا سلومة، اشوفك بعد الحفلة. يا نهار ابيض، ده الفجر بيأذن، كل ده تأخير يا ايمان، وكمان تليفونك مقفول. اعمل ايه يعني خليتيني اكذب على بابا وماما وناموا وهم فاكرينك ان انتي نايمة في اوضتك على سريرك. ودلوقتي انا لو كلمت روتانا ولا مهند هيقولوا ان انا زعلانة علشان هي في الحفلة وانا لا. يعني صح، انا جاتلي فكرة، هما اكيد عازمين فاطمة، انا هتصل بفاطمة. الو، ايوه يا فاطمة. الو، ايوه يا سلمى، خير؟ فاطمة، هو انتي كنتي نايمة ولا ايه؟ يعني ده سؤال؟ واحدة عندها مدرسة الصبح والساعة عدت 3 الفجر ولا 4، طبيعي أكون نايمة. اللي مش طبيعي إنك لسه صاحية لحد دلوقتي. ها؟ أسفة والله، معلش، مش قصدي أصحيكي من النوم. ولا يهمك،
انتي كنتي عايزة حاجة يا سلمى؟ ها؟ لا بس كنت عايزة اسألك، يعني هي روتانا عاملة حفلة النهاردة؟ حفلة من غير ما تقولي؟ لا طبعا مستحيل، وبعدين احنا داخلين على امتحانات الشهر. هي روتانا فاقدة بس مش قوي كده. طيب خلاص يا فاطمة، روحي كملي نوم، وانا اسفة ان انا صحيتك. يلا باي باي. كده الموضوع ما يطمنش ابدا. مفيش حفلة عند روتانا ومهند، وتليفون ايمان مقفول ولسه مرجعتش لحد دلوقتي، وفاضل ساعة ونصحى علشان نروح المدرسة. يا رب اتصرف ازاي بس. مسج، يا رب يكون من ايمان. اوف، ده من عبد الحميد. عايز ايه بس دلوقتي؟ مش وقتك خالص. بيقول لي الف شكر على موقفك النبيل مع بابا وحفظك لسرنا. انتي بقيتي غالية عندي قوي يا سلمى. مش وقتك يا عبد الحميد. طب يا سيدي شكرا. ايه ده؟ صحيح عبد الحميد. ايوه عبد الحميد هو اللي ممكن يساعدني زي ما ساعدني في حوار فاطمة. اما بعتله فويس. عبد الحميد شكرا الاول على كلامك، يعني بس انا محتاجة منك خدمة من غير ما تسألني عن السبب او التفاصيل. هبعتلك رقم تليفون، هو مغلق دلوقتي. حدد لي اللوكيشن وابعته ليا بسرعة يا عبد الحميد. هو ده اللوكيشن اللي ايمان موجودة فيه؟ ايه المكان الغريب ده يا ايمان؟ وليه تيجي هنا اصلا؟ اهلا وسهلا. مين الكتكوت؟ جاي متاخر ليه؟ الحفله بتخلص خلاص. لو سمحت، انا عايزة اختي ايمان، هي جوه عندكم هنا. ادخلي دوري عليها، الايمانات كتير جوه. ايمان، يا ايمان، انت فين يا ايمان؟ ايه ده؟ ايمان اصحي يا ايمان، هم عملوا فيكي ايه المجرمين دول؟ لا انسه، احنا مسطولين لكن مش مجرمين. انت مين؟ انا اسعد، فريندي ايمان وصاحب البيت. انتم شوية عيال منفلتة. فين اهلك من القرف اللي بتعمله ده؟ انا ما عملتش حاجه. وايه منفلته دي؟ انتي طالعه من فيلم المال والبنون ولا ايه؟ هو فعلا العيب مش عليك، العيب على ايمان اختي اللي جت مكان زبالة زي ده. قومي يا ايمان يلا خلينا نروح البيت. انا مش عارفة ايه اللي انا عملته ده. ايمان، انا عايزة اعرف دلوقتي انتي اتعرفتي على اللي اسمه اسعد ده ازاي؟ اتعرفت عليه من الانستجرام، عجبني الاكاونت بتاعه وستايل لبسه وحياته، ولما اتكلمنا بعتلي يعزمني على حفلة عنده في البيت، واعتذرت له كتير بس هو زن عليا وقال لي ان احنا هنتبسط كلنا مع اصحابه. يا ايمان اللي انت عملتيه ده غلط، ما ينفعش نتعرف ونتكلم مع حد احنا ما نعرفوش، وبعدين حتى لو اتعرفتي عليه من السوشيال ميديا ما ينفعش تروحي له مكان هو يقولك عليه. مش للدرجة دي يا ايمان، اللي انت عملتيه ده غلط كبير. غلطت يا سلمى، معلش كنت مخنوقة من المذاكرة وعايزة افك شوية. بليز الموضوع ده يفضل سر بيني وبينك. انا كذبت على بابا وماما بسببك، وخرجت في نص الليل بدون اذنهم ورحت بيت واحد معرفوش. انا اصلا مش مصدقة انا عملت كده ازاي، عشان انتي اختي التوأم حبيبتي اللي بتخاف عليا، والحمد لله ان احنا الاتنين كويسين. يلا بقى وعديني ان هو هيفضل سر بينا. ماشي يا ايمان هوعدك، طالما مش هتكرري الجنان ده تاني هيفضل سر بينا. انا مش عارفة هشيل سر مين ولا مين.